أن الذكر باللسان ليس فيه أفضل من كلام الله عز وجل، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وهذا أصل عند العلماء أن قراءة القرآن لا يعدلها شيء البتة، وأن كثرة تلاوة القرآن من أعظم القرب وأجلها وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى، وكثرة ثناء الله عز وجل في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لمن كان من أهل القرآن ويكثر من تلاوة القرآن ويتلوه حق تلاوته معلومة مشهورة. فكثرة تلاوة القرآن هذا هو الأصل في الذكر القولي، ثم يلي القرآن الأذكار، وأفضل الأذكار قول لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا يعدلها شيء من الذكر بعد القرآن أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح، قال: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثم الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت، فهن الباقيات الصالحات خير ثوابا وخير مردا وخير ثوابا وخير أملا، ما حافظ عليها عبد إلا نال خيري الدنيا والآخرة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، أي من الدنيا كلها. فالباقيات الصالحات من أفضل الذكر. ثم بعد ذلك تلي الأذكار الواردة كل بحسبه، فمثلا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء، وفيها ذكر لله عز وجل من جهة العموم في مطلق الذكر، ومن فضلها في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الخير الكثير. من صلى فيكفي أن الله تولى الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأضاف ذلك إلى ملائكة قدسه، وثنى بعباده فأمرهم أن يصلوا ويسلموا عليه تسليما بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فكثرة الصلاة عليه وكثرة السلام عليه توجب رحمة العبد في الدنيا والآخرة، فلا يصلي صلاة واحدة إلا صلى الله عليه بها 10 ورحمه الله بها 10، وهذا من أفضل ما يكون. وأيضا كذلك كثرة الاستغفار، وخاصة إذا كان الاستغفار عاما كالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، فإنك إذا استغفرت للمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات كتب الله لك عن كل مؤمن وكل مؤمنة جزاء ما استغفرت عنه، وهذا أجر لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى، ودرجات وخير لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. فكثرة الاستغفار فيها من الفضل والخير والثواب، فيها الرحمة وفيها القوة، وبين الله سبحانه وتعالى أنها سبب البركة في المال والأهل والولد. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فجعل فيها خير للإنسان نفسه، زيادة الخير في نفسه، وجعل فيها الرحمة العامة لخلقه. فهذا شيء لا يعدل شيء ما جعل الله فيه من الفضل، كثرة الاستغفار. ولذلك تتحات بها الذنوب وينشرح بها الصدر ويطمئن بها القلب. وفي الاستغفار من الفضائل ما الله به عليم. فما لزم عبد الاستغفار إلا جعل الله له من كل هم فرجا، من كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، وقطع الله عنه الخوف والقلق والرعب وشتات النفس والهم والحزن. فالاستغفار مطهرة للعبد من كل بلاء في دينه ودنياه وآخرته.
ولا تخاف على عبد يستغفر، ولن ينزل البلاء على عبد يستغفر. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فكثرة الاستغفار من أعظم نعم الله على العبد.